مساء الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هي كيكة إسفنجية، كيكة البرتقال الاقتصادية. راح توجدوها في وقت وجيز. بما أن رانا في موسم البرتقال، راح تعملوها، راح تجي بنينة بزاف بزاف. ديروها لوليداتكم بما أنه راهم في موسم ولا في وقت الامتحانات. كما قلت لكم ماشي راح تدي معاكم وقت، وباش تنجح معاكم لازم عليكم تتبعوا لا فيديو من الأول حتى الآخر. وبسم الله نبداو على بركة الله. هنا البنات راح نجيب ريسيبيون نحط فيه 3 حبات بيض ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ. راح نضيف عليهم نص كاس تاع سكر. هنا بالنسبة للسكر انا نقص، تقدروا ديروا كاس، انا كاس غير ربع. نضرب مليح مليح البيض مع هذاك السكر حتى نحسوا بلي السكر تاعنا يعني ذاب. وهذه الخطوة لازمة باه تجينا الكيكة تاعنا اسفنجية وخفيفة. راح نكمل نضرب مليح هذاك السكر والبيض، ونضيف كاس الا ربع نتاع زيت. هنايا الزيت لازم نضيفوها على 3 مرات ومع الخفق يعني المستمر. من بعد نجيب كاس الا ربع تاع حليب ونضيفه فوق هذاك الخليط. راح نبقى نخلط مليح مليح. من بعد نضيف مغرف صغيره نتاع فانيليا، ونضيف كذلك مبشور حبه تاع برتقال. راح نكمل نخلط مليح، وهنا نبدأ نضيف النواشف. هنا بالنسبة للفرينة أنا عندي 2 كيسان ما يكونوش معمرين مليح. حطيت الكاس الأول كما راكم تشوفوا راح نخلو، وضفت عليه كيس من خميرة كيميائية عفوا. من بعد الكاس الثاني راح نضيفه يعني بالتدريج. كما راكم تشوفوا ضفت الكاس الأول مع هذاك الساشين تاع الخميرة، ونبقى نخلط ونشوف إذا كان ناقصة راح نضيف الفرينة. هنا راني نشوف فيها مازالت ناقصة، راح نضيف النص الثاني تاع الكاس ونزيد نخلط ونشوف. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي نبحث عليه، ما يكونش الخليط تاعي جاري وما يكونش ثقيل. بقات شويه من لافارين يعني ما درتش كاس كامل. خليت تحت شويه ربع تاع الكاس. وهنا هذا المول تاعي اللي راح ندير فيه دهنته بشويه تاع زيت ودرت له شويه تاع فرينه وحطيت الخليط تاعي. من جهه نكون الفرن تاعي شعلته على 180 درجه. هذه الكيكه راح تطيب لمده 20 دقيقه الى 30 دقيقه. شعلته كما قلت لكم على 180 درجة. راح تطيب من التحت ونزيد نشعللها من الفوق 5 دقائق جوست ما تحمر ننزلها. راح نخبط المول تاعي شويه باه يتنحاو هذوك الهواء هذاك اللي فيه، ونجي ونوجدوا مع بعضنا الطليه اللي راح نحطها من فوق الكيك. اذا بالنسبه لهذا الطليه عندي هذا الفنجان اللي راح نكيل بيه، راح ندير النص نتاعو ولا تحت النص نتاعو نتاع عصير البرتقال، ونص تاع فنجان نتاع حليب، وعندي ثاني ماء الزهر، وعندي زيت. كما راكم تشوفوا راح نخلط مليح مليح ونضيف لهم عطر البرتقال. راح نخلط السوائل مع بعضهم. من بعد نجيب ريسيبيون وحده حطيت فيه السكر نخلطه بيان سور، وراح نبدا نضيف غير بشويه هذاك السوائل. وكما راكم تشوفوا هذه هي الطليه اللي تحصلت عليها. بالنسبة للكيكة تاعنا راهي واجدة. كما راكم تشوفوا راح نخليها حتى يعني تبرد، ومن بعد نديموليها. وكما راكم تشوفوا بعد ما ديموليتها جات ما شاء الله. راح نخليها حتى تبرد، من بعد نحط هذيك الطلية. كما راكم تشوفوا راح نحط الطلية على الوش هذيك الكيكة تاعنا. من بعد نحطها في الثلاجة جوست ما تبرد شوية هذيك الطلية، ونزينها. وكما راكم تشوفوا التزيين يعني كل واحد وكيفاش يحب يزينها. زينتها بطرونش نتاع البرتقال كما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نشوفوها راح نقسموها مع بعض ونشوفوها في صحن التقديم. اذا كما راكم تشوفوا كيكة البرتقال راهي واجدة. كما راكم تشوفوا جات بنينة بنينة بزاف بزاف. الشكل تاعها راقي جدا. تقدروا ثاني ديروها بالحامض يعني راح تجيكم ثاني هايلة.
وهنا راح نقسم معاكم الطرونج كيما راكم تشوفوا. جات اسفنجية من الداخل خفيفة بزاف بزاف، راح تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وهذه هي النتيجة. كما قلت لكم جربوها باش تعطيوني رايكم فيها. جات خفيفة بزاف بزاف البنات، هنا كنت صايمة وتشهيتها لدرجة ما تصوروا، تشهيتكم في الجنة. جربوها البنات على ضمانتي. هذه هي الوصفة تاع اليوم، وهذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم، ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. واذا اول مرة تشوفي قناتي ما تنسايش الجيم والاشتراك في القناة باه يوصلك كل جديد من عندي. سلام.